واتحاد كرة القدم السعودي نادي اتحاد جدة يطلب تزويده بصورة من عقد اللاعب الغاني سولي مونتاري الذي لعب للفريق في الموسم الماضي. وربما كان طلب اتحاد الكرة لبحث شكوى اللاعب التي جاءت دعواه فيها مخالفة لما يحويه عقده الموجود لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم. ويتهم محامي مونتاري نادي الاتحاد بتغيير عقده وأنه لم يوقع على الأوراق الموجودة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم. سنعرض لكم الآن قبل تفصيل القضايا سنعرض لكم صورة للعقدين، صورة للعقدين التي أو اللذان قدمت، وحدهما قدم لاتحاد الكرة، توقيع اللاعب موجود. هل هو نفس التوقيع أم لا؟ هذا شيء لابد أن يحكم فيه الاتحاد السعودي. هناك توقيع على اليمين، توقيع على اليسار، توقيع بالدائرة الحمراء وتوقيع أسفل اليسار في الصفحة. المفترض أن يكون توقيع واحد، المفترض. من جدة، قبل أن نذهب إلى جدة لاستقبال ضيفي المقبل، أيضا أقدم هذه، أو سنذهب مباشرة إلى جدة. من هناك فاضل بيومي عضو شرف نادي الاتحاد المحامي الاتحادي. سيد فاضل، أهلا بك معنا، تسمعني؟ حياك الله. اهلا وسهلا استاذ بتال، حياك الله. اهلا وسهلا. احنا نستضيفك طبعا كمحامي لنادي الاتحاد في كثير من قضاياه، وقضايا واحدة منها منظورة الآن التي أنت تترافع عن نادي الاتحاد فيها، ونستضيفك أيضا كعضو شرف للنادي. لكن يهمني رأيك القانوني بالدرجة الأولى. أعرض أمامك العقدين، عقد مونتاري الذي رفع عبر نظام الاحتراف للنادي للجنة الاحتراف، وعقد آخر هو الذي قد أرفقه مونتاري في شكوى. هل التوقيع نفسه أمامك في ظنك؟ توقيع على اليمين والتوقيع على اليسار تحت اسم مونتاري، هل هو نفس التوقيع؟ طبعا زودناك قبل الحلقة بالوثيقتين حتى تكون قريبة منك. نعم، أنا شفت التوقيعين الحقيقة. وإذا كانت أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تلاحظ التوقيع اللي في العقد اللي في اليمين اللي هو العقد الحقيقي اللي بدون دائرة حمراء، اللي في العقد اللي من غير دائرة حمراء، أي هذا عقد نادي الاتحاد بداية. أي قبل ما تشوف عقد اللاعب مونتاري، أي تلاحظ أنه هو متطابق بالكامل مع العقد الثاني. حتى الانقطاعات اللي موجودة في التوقيع نعم حقت نادي الاتحاد موجودة. من الواضح أنه هذا العقد عقد مصور سكاند. نعم، هذا اللي في اليمين. كذلك بالنسبة لتوقيع اللاعب اللي بدون دائرة حمراء على التوقيع اللي أنت قاعد تحكي عنه الآن، صحيح؟ طيب، توقيع اللي على اليسار توقيع مونتاري؟ لا. ليش لا؟ أنت تعرف توقيع مونتاري؟ هذا توقيع مونتاري. العقد اللي في اليمين اللي طلع اللي في اليمين اللي هو العقد الأول. نعم. طب واللي بالدائرة الحمراء هذا يعني مش مونتاري؟ هذا في واضح فيه اختلاف في التوقيع، واضح فيه انقطاعات في التوقيع، واضح انه كيف تعرف التوقيع انه مختلف؟ نعم. لاحظ التوقيع واضح، من الواضح انه هو سكاند. ايوه. للتوقيع الثاني حتى يتطابق بالكامل. وهذه مستحيل انه في عقد ان توقيع يتطابق بالكامل. التوقيع الثاني اذا تلاحظ استاذ بتال، في الجزء اللي في اليسار في التوقيع في انقطاع في نفس الخط، وموجود في نفس التوقيع الثاني نفس الانقطاع، وكأن بهم التوقيع مصور. طيب، الآن مونتاري هو يقول أن العقد الذي رفع على الاتحاد السعودي، يقول بأن العقد الذي رفع على الاتحاد السعودي ليس عقده. العقد الذي اطلعنا عليه نحن اليوم مختلفين. هناك عقد يقول أنه عند التقاضي أو الخلاف بين طرفي العقد سنذهب إلى الاتحاد الدولي ومحكمة كاس. العقد الذي رفع الاتحاد السعودي يقول التقاضي لدى المحاكم السعودية. هل هذا التغيير
أو هذا البند طبيعي في العقدين؟ احنا ما نقول هذا صح ولا هذا غلط، ما ندري صراحة، في العربية ما ندري، لكن أقول لك اللي موجود بينهم. السؤال هل قانونيا هل هو طبيعي أن يقال في عقد التقاضي لدى جهة وفي عقد آخر التقاضي لدى جهة أخرى؟ هل هو طبيعي؟ لا طبعا. ليش؟ لا يمكن إبرام بين عقد بين جهتين ويكون هذا العقد في نسخه في تناقض بين شروطه وأحكامه. طيب الآن في إنه اللاعب، تفضل. هيك إنه اللاعب يا أستاذ بتال دفع الحقيقة بعدم صحة العقد المقدم للاتحاد السعودي والمرفوع عن طريق النظام التي اس ام. نعم. وجاء خطاب يوم 7 مارس للاتحاد السعودي من الفيفا يطلب من نادي الاتحاد تقديم العقد الأصلي للعقد اللي مرفوع على نظام التي اس ام. نعم. وفي مقابل لاتهام مونتاري نادي الاتحاد بأن العقد اللي موجود على النظام عقد مزور وغير حقيقي. فإن صح هذا الادعاء بوجود العقدين اللي احنا شايفينهم أمامنا الآن على الشاشة، فالاتحاد الدولي الحقيقة في موضوع في لائحة الانضباط، نعم، وفي قاعدة وفي لائحة السلوك والأخلاق يشدد على موضوع التزوير والخداع والغش، ويؤكد في المادة رقم 17 من لائحة قواعد السلوك على موضوع الفورجري اند فولسيفيكيشن اللي هي التزوير والغش. ويشدد في لائحة الانضباط كذلك على عقوبتها، واللي للأسف أقول لك أنه يشدد في اتخاذ العقوبة فيها إلى حد إنزال النادي إلى الدرجة الأدنى وليس الدرجة الأولى، الدرجة الثانية. ولنا في جوفنتوس سابقة كانت في موضوع مشابه. جميل جميل. وهذه هذه قضية خطيرة الحقيقة. لو ثبت محامي فاضل، لو ثبت ادعاء مونتاري على نادي الاتحاد، القرار هو التهبيط للدرجة الثانية وليست الأولى. نعم. طب كيف يمكن الإثبات بأنه ادعاءات مونتاري غير صحيحة أو صحيحة؟ أقول لك كيف. الاتحاد الدولي الفيفا نعم. طلب العقد الأصلي من النادي الاتحاد يوم 7 مارس ووجه الخطاب إلى الاتحاد السعودي والاتحاد للهيئة الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي بدوره أرسل الطلب هذا لنادي الاتحاد قبل 12 يوم. ولسوء الحظ نادي الاتحاد لا يملك العقد الأصلي اللي طلبه. العقد هذا غير موجود، اللي احنا نعرضه عند نادي الاتحاد غير موجود لديهم، غير موجود في نادي الاتحاد. الأصل العقد هذا غير موجود، أصل العقدين اللي أمامك الاثنين غير موجودة في نادي الاتحاد. إنما طيب سؤالي الآن أستاذ فاضل، الآن ترتيب العقدين مختلف. هذا السؤال مطروح للمشاهد أيضا اللي قاعد يشوفه. يعني في العقد اللي على اليسار الطرف الأول، وبعدين في نفس السطر أو في نفس الجهة الطرف الثاني. في العقد اللي على اليمين بجانبي مباشرة الطرف الأول وتحت الطرف الثاني، في اختلاف كبير في العقدين في الصياغ. أكيد واضحة جدا أن هذه العقدين، والعقد اللي في اليسار هو اللي مرفوع، عفوا العقد اللي في اليمين هو. خلينا نقول العقد اللي عليه دائرة حمراء عشان يوضح، ما نقول يمين ويسار، اللي فيه دائرة حمراء عشان يكون تأكيد، اللي وضعنا عليه الدائرة الحمراء. هذا هو العقد اللي موجود على التي اس ام. موجود لدى الاتحاد السعودي. هذا العقد الثاني غير. نعم، والصورة برضه. طيب المشكلة يا أستاذ بتال إنه اللاعب في الخطاب اللي ورد نادي الاتحاد رسمي، الفيفا وجه لنادي الاتحاد الطلب بتقديم العقد الأصلي لأن اللاعب دفع بتزوير العقد اللي موجود على النظام، وقدم العقد الأصلي اللي هو وقعه. طيب هل القضية الآن في طريقها الحل ودي أم أنها تتخذ الجانب القانوني البحت؟ للأسف يا أستاذ بتال، النادي الاتحاد في قضية مونتاري كان متجه إلى كسب القضية
رفض مطالبات منتاري بالتعويض، لأنه كان منتاري هو اللي انقطع، هو اللي خالف العقد، وهو اللي انقطع عن الحضور للنادي، وهو اللي أخل بالعقد، وبالتالي كان حيتم رفض مطالبة منتاري من نادي الاتحاد. ووجود الآن الادعاء الأخير بالتزوير، هذا الحقيقة حيخلق مشكلة أخرى لنادي الاتحاد غير المطالبة المالية. طيب، أن يخرج من إطار الدعوة المدنية إلى دعوة جنائية. طيب، أنت ظاهر عضو فريق الآن المتابعة لديون نادي الاتحاد. أرجو أن تبقى معي، سأعرض على شاشة فقط التفاصيل لبعض الديون التي تم رصدها، وبرجع أناقشك. أعود إلى فاضل بيومي. هذه المعلومات أيضا التي وردت أمامك. فاضل فيومي. أنا آسف أني أخطي في اسمك في كل مقابل. بس قبل ما تبدأ أبغى كنت أعلق. تفضل. في أقل من نص دقيقة. تفضل. اللاعب منتاري في يوم 3 أغسطس 2015 صرح أنه هو الحقيقة مفاوضاته مع المشرف على فريق كرة القدم أخذت 4 دقائق فقط لقبول العرض الاتحادي. ممتاز. اللاعب هذا عمره 33 سنة. اللاعب هذا قيمة عقده حوالي 8 مليون يورو. احنا عرضنا على الشاشة. عندك أي احتجاج سيد فاضل فيومي؟ أنت عندك أي احتجاج الآن على الأرقام التي عرضناها بحكم أنك عضو فريق الآن المتابعة؟ أبدا. الأرقام اللي عرضتها أرقام صحيحة وواضحة. بالأصح بالقضايا الداخلية الرقم أكثر من هذا شوية. 65 مليون الرقم اللي عرضناه داخليا. حوالي الآن 70 مليون. يعني 5 جنب ال 65 فكاح. ايه. طيب، بالنسبة للقضايا الخارجية أيضا الرقم صحيح؟ التي لم يصدر فيها حكم. القضايا الخارجية نعم. لا، اللي مصدر فيها حكم بس 62 مليون. الاتحاد كل قضايا الخارجية صدرت فيها أحكام فيما عدا قضيتين، مونتاري وبيتوركا. مونتاري وبيتوركا. وبيتوركا في الغالب أن الاتحاد سيخسر القضية هذه، لأن العقد حقيقة ما يخدم نادي الاتحاد. وكذا وبيتوركا لما طلب إلغاء عقده كان واضح أنه ما استلم أي دفعة من الدفعات اللي تم الاتفاق عليها، والاتحاد كان هو الطرف المخالف. بالعكس، بيتوركا حتى الدفعة الأساسية مقدم العقد لم يستلموا من نادي الاتحاد. صح. أما بالنسبة لقضية مونتاري، هذه طبعا زي ما فصلنا فيها قبل شوية. نعم، شكرا على هذه التوضيحات المحامي السعودي فاضل فيومي. أشكر لك توضيحاتك، ومتى ما كان هناك استجداد أو جدة في الموضوع سنعود لبحثه مرة أخرى. شكرا.